ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حصري للايس كريم بثلاث مكونات بس. هتطلعي الجمال ده وهيبقى بطعم الشوكولاتة والكراميل. هنعمله بطريقة سهلة جدا جدا جدا، والله الطعم بجد زي بتاع بره واحسن كمان. تعالوا بقى ندخل نشوف الوصفة دي عملناها ازاي. اول حاجة المكونات: كوباية لبن مثلج ويمكن تستبدليه بمية مثلجة عادي جدا، نص كوباية كريم شانتيه محلى. السر بقى في العلبة الصغيرة دي ضنة الشوكولاتة. ضنة الشوكولاتة بجد بتخليه طعمه زي بتاع بره بالظبط واحلى كمان. ولا بقى اضافات بقى كتير ولا الكلام ده كله، لا، هي علبة الضنة دي وبس. ولا حليب بقى مكثف محلى ولا الكلام ده كله. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا، او لو عندك مضرب كهربائي مفيش مشكلة. انا بستخدم الكبة دي فيها جهاز كده زي المضرب الكهربائي. هقوم بقى حاطة كل المكونات كلها فوق بعض، بس كده اهو كله كده هنحطها فوق بعض زي ما انت شايفة. يبقى المكونات: كوباية لبن مثلجة، نص كوباية كريم شانتيه محلى، علبة دونت. وعلبة الدونت دي أنا شارياها ب6 جنيه، والله بتدي طعم بالظبط زي آيس كريم بره بالظبط، ما اختلفش عنه حاجة، بل كمان أحسن. هنفضل نضرب شوية كده لحد ما هقولك يوصل للقوام نهو دلوقتي. تقدري بقى تعمليه، انا هعمله النهارده بالطعم الكراميل والشوكولاته. ممكن تعمليه بضانة الفانيليا، بجد حلوة قوي قوي قوي. ولا بقى لبن مكثف محلى ولا جيلي ولا الحاجات اللي احنا بنسمعها ده كله. بصراحة اللي بنسمع وصفات كتير للايس كريم انا جربتها، دي الوحيدة اللي توصلت ليها الحمد لله وعجبتني جدا جدا. انا فضلت اضرب شوية اهو زي ما انتم شايفين. انا عايزة بقى القوام ده يعني خفيف كده شوية، مش زي الكريم شانتيه، لا، قوام خفيف كده شوية اهو. القوام ده كده ممتاز وحلو جدا. نجيب بقى العلبة بتاعتنا اللي هدخلها كده الفريزر، اصب فيها الخليط، وهقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه كمان. تمام، هحطها بقى كده على جنب ونعمل ايس كريم الكراميل. نفس المكونات برضو: دانت كراميل، كوباية لبن مثلج ويمكن ممكن عادي جدا تستبدليه بالمية، نص كوباية كريم شانتيه محلى. كل المكونات هنحطها على بعض في الكبة اهي. ميكس رهيب بجد، مش عايزه اقولك على الجمال. ميكس الايس كريم الشوكولاته مع ايس كريم الكراميل، بجد بتبقى النتيجه خطيره خطيره خطيره. فعلا انتوا لازم والله تجربوها. ضربناهم برضو اهو، ده ايس كريم الكراميل. هضربه برضو، عايزه برضو نفس القوام اللي وريتهولك من شويه. هنا انا حطيت شوكولاته كده مبشوره على ايس كريم الشوكولاته. ودلوقتي هقوم بقى صبه الايس كريم الكراميل بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزاه في الاخر يطلع كده شكله ايه، ماربل كده زي الكيكه كده اللي احنا بنعملها. اه انا عملت صبتها كده بشكل عشوائي خالص اهو، زي ما انت شايفه كده بالظبط. في الاخر بتطلع شكل ماربل كده، بتبقى بجد خطيره. هحط بقى صوص كده ايه كراميل كده، وهدخلها بقى الفريزر. هتقعد، انا قعدتها ليله كامله، ليلة كاملة كده يعني. انا كنت عاملاها بالليل، فتحت عليها تاني يوم. تمام اهو، شايفين الجمال، شكلها حلو قوي قوي. هنقفل بقى عليها كده ونحطها ايه في الفريزر ليلة ايه كاملة. تمام، تاني يوم بقى اهي جمدت اهي. شايفين بقى الجمال؟ شايفين؟ حلوة قوي 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 قوي، بتطلع بسهولة، جميلة جدا جدا جدا. شايفين الشكل اللي هو الماربل كده؟ بجد حلوة قوي قوي، والله محدش هيتخيل ابدا ان انتي عاملاها من المكونات البسيطة دي ويعني هو السر عندنا في الدانت. حلوة جدا بجد، والله انتوا فعلا لازم تجربوها. زينتها بقى كده بشوية كده من صوص الكراميل. ندوق بقى كده، بجد الطعم الجمال عدى الكلام والله بجد.
ولو عجبكم بقى اللايك لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة. الوصفة والله تستاهل فعلا لايك. لايك يا جماعة، لايك. اشوفكم على خير، مع السلامة.